تبعية إيرانية. تخيل إنك تحمل هوية كتبوا عليها هاي العبارة بدم بارد. هذا مو مشهد درامي، هاي الحقيقة اللي عاشها الكرد الفيليين بالعراق من عام 1924 إلى جريمة التهجير الأكبر اللي ارتكبها نظام البعث. كانوا يحملون جنسية عراقية منقوصة خلتهم دائما تحت رحمة الحكومات المتعاقبة. المسألة ما كانت قضية أوراق، كانت قضية انتماء. الشعب عاش من آلاف السنين على هاي الأرض، والتكلفة ما كانت مجرد هوية مسلوبة أو وطن مسروق، بل كانت دماء وأرواح آلاف الفيليين اللي تم تهجيرهم قسرا خارج بلدهم أو تغييبهم بسجون النظام. ما زال مصيرهم مجهول لحد اليوم. ورغم أنه جرح الهوية بقى مفتوح حتى بعد سقوط البعث وعودتهم للوطن، لكن الفيليين اللي يعتبروهم بيوم من الأيام تبعية أثبتوا أنه هم ذاكرة العراق الحية اللي ترفض النسيان.